السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ورمضان في مصر غير الدنيا، والسر في التفاصيل اللي انتوا شايفينه بقى دي التفاصيل. ويلا ادخل معاكم من مطبخي واكمل معاكم بقية تفاصيلنا في اخر الفيديو. اوعوا تطلعوا من الفيديو، اوعوا تروحوا هكا ولا هكا. حطوا لايك كده وانتظروا اللي جاي يا جماعة، وان شاء الله يكون خير. اول روتين طبعا مطبخي بعد ما عملت العملية بناء على طلبكم كلكم. شيرين اعملي فيديوهات. شيرين احنا عايزين مطبخك بقى وطبيخك وشغلك واللي انت بتعمليه. انا قلت لكم روتين لا في شقتي انا هيبقى مطبخ باذن الله، او لو ظبطت شقتي اصور لكم بس تصوير. بس والله يا جماعه ده ان شاء الله اللي انا ناويه عليه ان شاء الله باذن الله. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب، وانصرهم في فلسطين وانصرهم في السودان، ويولي من يصلح في سوريا يا رب. اللهم امين. ويكبر بخاطرنا جميعا ويحفظ مصر. اللهم احفظ مصر. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه، بل على العالم كله. رمضان كريم يا جماعه على العالم كله. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا مختفيه عنكم بقالي كام يوم، بس في مفاجاه حلوه ان شاء الله هتعرفوها قريب باذن الله. بتمنى منكم تحطوا لايك وتنتظروني في فيديوهاتي، سواء على معكم شيري أسامة أو مملكة شيري أسامة. وإن شاء الله يا جماعة بإذن الله أنا عايزة آه يعني تقولوا لي رأيكم كده يا جماعة في الفيديوهات. طبعا في ناس هتقول لي شيرين هو التصوير ماله والكاميرا ماله. بصوا يا جماعة، أنا عندي لمبة في المطبخ بتيجي مع اللمبة بتاعت يعني بص الكاميرا بتاعت التليفون، تمام، العدسة بتاعت الكاميرا. فالاتنين مع بعض بيعملوا كده. لكن والله يا جماعة التصوير تمام والإضاءة تمام وكل حاجة تمام، والستاند ثابت. بصوا يعني أنا غيرت، يعني كان معايا تليفون سامسونج، بعد كده ريلمي، بعد كده أوبو، عشان أعالج الحتة دي ولقيتها ما بتتعالجش أساسا. يعني المشكلة يا جماعة أصلا المشكلة من اللمبة اللي هي في المطبخ. وأنا طبعا تعرفين يعني، طب أنا أعمل إيه؟ أشيل اللمبة؟ طيب أنا هشتغل إزاي؟ ده كان روتين بسيط كده وخفيف كده من قلب مطبخي. اتمنى يعجبكم، يكون عند حسن ظنكم. على فكره كان الروتين ده اكبر من كده، وكان عامل حوالي 23 دقيقه، خليته 10 دقايق بس. والله يا جماعه ابو احمد كان مفكر ان انا نزلت الفيديو ده، فعلشان كده مسح فيديوهات عشان المساحه على التليفون، عشان المساحه. انا ما كنتش لسه اصلا نزلته. يعني انا بتاسف لكم جدا والله. الفيديو ده كان حلو، كان فيه مواعين بالرغاوي بقى بتاع الصابون اللي تخليكي بصي بقى تبقى عايزه تقومي تمسكي المطبخ كله تغسليه. يعني انا اصلا بحب الروتين بتاع الرغاوي ده، بيبقى حلو على فكره. وكان في طبعا تنظيف البوتاجاز، وكنت ماسكه برضو مرتبه التلاجة. كنت مظبطه الدنيا كده، حتى تلاقوني كنت بدخل مواعيننا يعني الحلل وكده جوه المطبخ بعد ما غسلته. ويلا بقى نكمل رمضان في مصر غير الدنيا، والسر في التفاصيل. هي دي التفاصيل يا جماعه. ده الشارع ده طبعا عندنا موجود هنا في شبين الكوم، جنب المحطه بالظبط، جنب محطه شبين. واظن ان انا قلت لكم ان انا اصلا بيتي جنب محطه شبين الكوم، تمام، المحطه اللي هي الكبيره بتاعه المحافظه نفسها. لان انا اصلا يا جماعه تقريبا يعني قاعده في شبين نفسها. زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل سنة الشارع ده بيبهرني، كل سنة بلاقيهم عاملين زينة وعاملين حاجات. ابقى عايزة طول شهر رمضان عايزة انزل اجيب كل يوم حاجات من الشارع عشان اتفرج. طبعا دي شوارعنا يا جماعه اللي انتوا شايفينها دي بقى، دي الشوارع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم بس اجواءنا واجواءنا عامله ازاي. رمضان في مصر غير الدنيا يا جماعه، والسر في الحاجات الحلوه اللي عندنا دي. احنا بنهتم جدا جدا يعني بشهر رمضان عندنا في مصر كانه عريس، يعني كانه عريس وبالظبط فعلا 30 ليله. شايفين البلكونات، شايفين الشوارع، شايفين الناس عامله ازاي. عايزه اقول لكم السنه دي الناس كلها مهتمين جدا جدا بالزينه. يعني حتى اللي ما كانش بيعلق كل سنه، لا السنه دي حط زينه. اللي كان بيحط الزينه اللي انتوا شايفينها دي، لا السنه دي حط نور. واللي كان بيحط نور السنه دي بقى نور اكتر واكتر. فانا ملاحظه يا جماعه احنا فعلا محتاجين الروايح دي. يعني احنا عندنا حاجات اكيد في حياتنا صعبه وبنمر بحاجات صعبه، بس لما بنشوف حاجات زي دي بتسحب مننا الطاقه السلبيه فبتدينا طاقه ايجابيه. فاحنا فعلا عايزين الحاجات دي. عايزين نمشي في الشوارع نلاقيها جميله كده وشايفين الهواء. طبعا انا عايزه اقول لكم درجه الحراره عندنا متهيألي كانت 1. قسما بالله يا جماعه انا بقول لكم كنا بنحس ان احنا بنتجمد واحنا قاعدين، احنا تحت البطاطين وبنتجمد. بس انا كنتش تحت البطاطين قوي يعني. طبعا انتوا عارفين انا كنت عامله عمليه وكان في حاجات كتيره في البيت عايزه تتعمل. في حاجات كتيره قوي كنت كل شويه اقول ايه لما اخف شويه، يعني لما اقدر شويه اقوم، لما خلاص فعلا كان لازم انا اقوم واشوف الدنيا فيها ايه. بامانه والله يا جماعه.
فطبعا قمت بقى طلعت على الشقة اللي فوق. وبعدين برضو على شقتي هنا والمطبخ كان في حاجات عايزة تتعمل، ابو احمد كان معايا فيها، في حاجات عايزة تدهن، فبرضو عمالين بنظبط الدنيا عشان ان شاء الله لما اصور معاكم فيديو بقى بعد ما فنش. وطبعا علقنا النور في الشقة، وطبعا بنعلق برضو الزينة في الشارع ان شاء الله. ابو احمد باذن الله يا جماعة ان شاء الله يعلق لكم، ينزل لكم برضو الفيديو بتاع الزينة ان شاء الله بتاعت شارعنا ان شاء الله وهو بيعملها. والله يا جماعة انا كنت عايزة افتح بث مباشر وكده، بس طبعا انا مشغولة جدا في شغل البيت، فانا بخلي نور هي اللي تصور وانا ايه فوق يعني بعمل شغل البيت وكده. زي ما انتم شايفين كده ده الجامع المشهور في منطقتنا اللي هو جامع او مسجد سيدي خميس اللي انا مصوره لكم عنده قبل كده. زي ما انتم شايفينه يا جماعه، بصوا شايفين. والله يا جماعه ربنا يرزق الناس كلها، الناس كلها غلابه والناس كلها طالعه على اكل عيشها، وربنا يرضي الناس كلها يا رب. اللهم امين. يصلح حال الناس كلها ويجعله شهر كده مبارك على العالم كله يا رب. يا رب انصرهم في فلسطين وكون اخر احزانهم يا رب. اللهم امين. يا رب انصر العالم كله يا رب، انصر كل مظلوم على كل ظالم يا رب. حقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. بشكر كل الناس اللي واقفه معايا سواء بالكلمه الحلوه سواء بالدعم يا جماعه اللي هو الكلمه الحلوه، سواء باللي واقف برضو معايا بالدعم اللي هو المال. كتر الف خيركم. تعيشوا ودايما منورينا ومكترينا، وتعيشوا دايما جابرين بخاطرنا، وربنا يكبر بخاطركم جميعا ويرضيكم ويصلح حالكم ويجعله كده شهر مفترج عليكم وعلينا. بشكر كل متابعيني، بشكركم بجد من كل قلبي، بشكر كل داعميني، بشكر كل حبايبي، بشكر كل حد قال لي كلمة حلوة، كل حد اهتم بيا يا جماعة ياما كنت عاملة العملية لحد دلوقتي. والله بجد انا في ناس كل يومين تلاتة يتصل عليا شيرين عاملة ايه، صحتك عاملة ايه. بشكر استاذة ماجدة طبعا من ليبيا، لان اكتر حد تقول شيرين الشغل ما بيخلصش، احنا بنموت والشغل لسه ما خلصش برضه. فريحي يا بنتي، ريحي نفسك يا بنتي، انا خايفة عليكي لا ليكي لا شيل ولا حط ولا ليكي تشيلي تقيل ولا ليكي. فبجد بشكرك وبشكركم جميعا. بشكر كل حبايب عشان ما حدش يقول لي شيرين انت بتذكري حد بالاخص. ماما فيروزه ما تزعليش، وبشكرك انت كمان على سؤالك عني. بشكركم كلكم جميعا، كتر الف خيركم. ادمكم الله يا رب كده في الصحه والعافيه. دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.